قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها إليزابيث، وبيكون اليوم ده يوم فرحها على واحد اسمه هنري، وبنلاحظ إن هنري أكبر منها كتير في السن، لكنه بيكون عالم أحياء عبقري وغني جدا، ورغم كده بيكونوا هما الاتنين سعداء وبيحبوا بعض جدا. وبياخد هنري إليزابيث للبيت الفخم اللي هيعيشوا فيه مع بعض، وبتكون إليزابيث مذهولة جدا من البيت، وبيقول لها هنري إن البيت ده من دلوقتي يبقى ملكها وكل حاجة فيه تحت تصرفها. وبيعرفها هنري على مدير البيت بتاعهم واللي اسمها كلير، ودي اللي بتكون مسؤولة عن كل حاجة في البيت من زمان. وبيعرفها كمان على ابنه أوليفر، وبنعرف ان هو كفيف وكلير هي اللي بتهتم بيه. وبعد ما بيتفرجوا على البيت بيقعدوا هما الاتنين عشان يتعشوا سوا، وبعدها بيطلعوا الأوضة بتاعتهم عشان يقضوا الليلة مع بعض. وتاني يوم أول ما يصحوا بياخدها هنري عشان يفرجها على باقي البيت، وإليزابيث بتكون فرحانة جدا، وبتلاقي الأوضة كلها هدوم عشانها، وبتكون عايزة تجرب كل الهدوم، لكن هنري بيقول لها بعدين. وبياخدها بعدها عشان يفرجها على باقي البيت. وبتلاحظ إليزابيث ان في أوضة مقفولة في البيت، وهنري مش بيخليها تتفرج عليها، هو بيعدي من غير ما يقول لها اي حاجه عنها. وبنلاحظ ان كلير بتراقبهم، وبتساله اليزابيث عن اللي موجود في الاوضه، لكن هنري بيرفض يقول لها وبيطلب منها ما تدخلهاش ابدا. هو بيقول لها ان البيت كله ملكها، لكن الاوضه دي بالذات ممنوع تدخلها او تعرف اللي فيها. هو بيطلب منها توعده عشان ما تدخلهاش ابدا. فبتستغرب اليزابيث جدا من تصرف هنري، وبتضطر ان هي توعده بكده. وهنري بيعتذر لها بعدها، وبيقول لها ان هو مضطر ينزل الشغل على الرغم ان هم لسه في شهر العسل، وده لان عنده شغل ضروري ومش هيقدر يأجله. وبعد ما بتنام إليزابيث بتصحى تاني يوم ومش بتلاقي هنري جنبها، وبتعرف ان هو نزل الشغل. وبعد ما بتقوم بتفضل تستكشف في البيت كله لانها بتكون زهقانه جدا. وبعد ما بتقضي وقت في حمام السباحه بتطلع عشان تدخل اوضه الهدوم، وبتفضل تجرب فيها، وكمان بتجرب كل المجوهرات اللي هنري كان جايبها لها. وبتفضل لوحدها طول اليوم لحد ما الليل بيجي. ولما بتدخل عشان تاخد دش فجأة بتسمع صوت جاي من بره البيت، ولما بتبص من الشباك عشان تشوف في ايه بتلاقي كلير ومعاها أوليفر داخلين الغابة اللي قدام البيت. فبتستغرب جدا لأنهم خارجين في وقت متأخر زي ده. وبعدها بتقرر إليزابيث إن هي تدخل الأوضة بتاعتها عشان تنام، لكنها بتكون مش عارفة تنام، وبيكون كل تفكيرها في الأوضة اللي هنري قافلها ومنعها من إنها تدخلها. وبتفضل تفكر في اللي ممكن يكون موجودة في الأوضة دي، وإيه اللي ممكن هنري يكون مخبيه عليها. وبسبب الفضول مش بتعرف إن هي تنام، وبتقرر إن هي تقوم عشان تكتشف بنفسها اللي موجود جوه الأوضة. وبتستغل إن مفيش حد في البيت وإن جوزها لسه ما رجعش من الشغل، وفعلا بتروح لحد الاوضه وبتفتحها وهي خايفه جدا لان الاوضه بيكون شكلها غريب. ولما بتدخل بتكون الاوضه فاضيه، وكل اللي بيكون فيها مجموعه من الكبسولات شبه ثلاجه الموتى، لكن بيكون عليها مؤشرات للحياه زي النبض وغيره. وبتكون مستغربه جدا وبتقرر ان هي تفتح واحده منهم، لكن المفاجاه ان هي بتلاقي جواها واحده شبهها بالظبط. وبتعرف ان باقي الكبسولات هي كمان فيها نسخ منها، فبتخاف جدا وبتجري بسرعه بره الاوضه وهي مرعوبه. وبسبب خوفها بتسيب باب الاوضه مفتوح، ولما بترجع الاوضه بتاعتها بتفضل صاحيه طول الليل وهي خايفه ومش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل لحد ما بتنام من كتر التعب. ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي هنري في البيت، وكان بيعزف على البيانو وبيتصرف عادي جدا ولا كأن اي حاجه حصلت. لكن إليزابيث بتكون لسه خايفه جدا، وبيلاحظ هنري ان هي تعبانه ومتغيره. ولما بيسالها مالها بتقول له ان هي كانت خايفه بس لانها كانت لوحدها طول الليل وما عرفتش تنام. فبيعتذر لها هنري وبيقول لها ان هو مش هيسيبها لوحدها تاني. هو بيعدي اليوم وهي بتفكر في كل اللي حصل، وبتكون مش قادره تقول لهنري على اللي شافته، وهي مصدومه وخايفه جدا. وبالليل هنري بيقوم وبيسيب إليزابيث وبيعتقد ان هي نايمه، لكنها بتكون لسه صاحيه وبتروح وراه عشان تشوف اللي بيعمله. لكن فجاه بيظهر هنري من وراها، وبنعرف ان هو كان في انتظارها. وبيقول لها ان هو لازم يخلص عليها عشان ما سمعتش كلامه ودخلت الاوضه من وراه. وبيفضل هنري ماشي وراها ومعاه سكينه كبيره عشان يخلص عليها. وإليزابيث بتحاول ان هي تهرب منه، وبتحاول تخرج من البيت لكن كل الابواب بتكون مقفوله. فبتجري جوه البيت وبتحاول تستخبى منه، وبتكون مش عارفه هو فين لحد ما بيقدر هنري ان هو يمسكها من رجليها، وبعدها بيخلص عليها. وتاني يوم بياخدها هنري عشان يدفنها في الغابه. والمفاجاه ان كلير واوليفر بيكونوا بيساعدوه، وبنفهم انهم عارفين كل اللي بيعمله وكمان بيساعدوه في كده. وبعدها بيدخلوا البيت عشان يتغدوا سوا. وبنعرف ان إليزابيث اللي هنري خلص عليها ما هي الا نسخه من 6 نسخ قدر هنري ان هو يستنسخها زي النسخ اللي شفناها في الكبسوله.
وبتكون دي مش اول مره هنري يطلع نسخه من النسخ دي، وبعد ما بيقضي معاها فتره بيخلص عليها، واوليفر وكلير بيحاولوا يقنعوه يوقف اللي بيعمله، لكن هنري بيرفض وبيفضل مكمل في اللي ناوي عليه. وبعد حوالي 6 اسابيع بنشوف هنري وهو معاه نسخه تانية من اليزابيث، وهو رايح معاها البيت زي ما حصل في اول الفيلم مع النسخه اللي فاتت، وبيفهمها هنري ان ده يوم فرحهم وبيخدعها زي الاول، وبياخدها عشان يفرجها على البيت. واليزابيث بتكون مذهوله جدا كالعاده اول ما تشوف البيت، وبعد ما بيعرفها على كلير واوليفر بيبدا هنري يعيد كل الاحداث اللي فاتت مع النسخه الجديده، وبيفضلوا طول اليوم مع بعض، وبيعدي اول يوم على خير. وتاني يوم بياخدها هنري عشان يفرجها على البيت لحد ما بيوصلوا للاوضه اللي فيها النسخ التانيه، وبيحذرها من دخولها وبيطلب منها ان هي توعده ما تدخلهاش ابدا. وبتحس هي كمان ان في حاجه غريبه، ورغم كده بتضطر ان هي توعده بكده. وتاني يوم بيخرج هنري للشغل كالعاده، وبيسيب اليزابيث لوحدها في البيت، وكمان اوليفر وكلير بيكونوا مش موجودين في البيت. والفضول كالعاده بيخلي اليزابيث تفضل تفكر في الاوضه اللي موجوده في البيت، وبتقرر ان هي تستغل ان هي لوحدها عشان تشوف اللي موجود فيها. وفعلا بتدخل الاوضه، وبعدها بمده قصيره بتطلع تجري بره الاوضه وهي خايفه جدا، بعد ما طبعا شافت اللي فيها. وبتسيب باب الاوضه مفتوحه وكمان باب الكبسوله، وبتكون كالعاده مش عارفه تعمل ايه ولا ايه السبب ده كله. وبعد ما بتنام من كتر التعب بتصحى تاني يوم، وبتلاقي هنري قدامها، وبتكون لسه خايفه ومصدومه جدا من اللي شافته امبارح، لكنها مش بتقدر تقول لهنري اي حاجه. لكنه بيلاحظ ان هي مخبيه حاجه عنه، واول ما بتدخل الحمام بيدخل وراها وبيكون متضايق جدا، وبيقول لها ان هي خلفت اوامره ودخلت الاوضه ولازم يخلص عليها. وبيقرر هنري ان هو يخلص عليها بعد ما شافت اللي حصل. ولما بيحاول يمسكها عشان يخلص عليها بتقدر اليزابيث ان هي تضربه وتهرب منه، لكنها مش بتقدر تخرج من البيت لان كل الابواب بتكون مقفوله كالعاده. فبتقرر ان هي تمسك سكينه عشان تدافع عن نفسها، وبتفضل قاعده في المطبخ وهي خايفه جدا. وبيقدر هنري ان هو يخدعها عشان تعتقد ان هو بيعزف على البيانو كالعاده، لكنه بيكون مشغل موسيقى. واول ما تطلع من المطبخ بيكون هنري مجهز نفسه وبيحط منوم على فوطه عشان يمسكها وينيمها وبعدها يخلص عليها. لكن اليزابيث بتقدر ان هي تدافع عن نفسها وبتضربه بالسكينه اللي معاها، وبتخلص عليه قبل ما هو يخلص عليها. وبعدها بتكون مصدومه جدا ومش مصدقه اللي بيحصل معاها. وبعد ما بتهدى بتبدا ان هي تنظف الارض، وبعدها بتخبي هنري قبل ما كلير واوليفر يوصلوا البيت ويشوفوا اللي حصل. وبتتخلص من الهدوم اللي عليها دم، وبتكون عايزه تهرب لكنها مش بتقدر لان الابواب كلها بتكون مقفوله. فبتستخدم الموبايل بتاع هنري عشان تتصل بالشرطه، وبتحكي لهم اللي حصل، وبتقول لهم ان هي محبوسه في البيت لكنها مش بتكون عارفه العنوان فين بالظبط. وساعتها بيوصل اوليفر وكلير البيت، وبتضطر ان هي تقفل المكالمه وبتقعد كأن مفيش اي حاجه حصلت. ولما بيدخلوا البيت بيكتشفوا ان اليزابيث لسه عايشه، وبيفهموا ان في حاجه غريبه حصلت. وبتفهم كلير ان هي المره دي اللي خلصت على هنري، فبتنهار من الصدمه وبيجي لها نوبه وبتقع على الارض، وبعدها بياخدوها للمستشفى. فبتقرر اليزابيث ان هي تستغل وجود اوليفر لوحده في البيت عشان تحاول تهرب. لكن قبل ما تخرج بيوقفها اوليفر وبيقول لها ان هو عارف ان هي خلصت على والده. فبتخاف منه اليزابيث جدا، وبتقول له ان هو اللي كان بيحاول يخلص عليها وانها كانت بتحاول تدافع عن نفسها بس. فبيقول لها اوليفر ان هو مصدقها، وبتنصدم لما بتكتشف ان هو كان عارف كل حاجه عن والده. وبيقول لها ان هو ممكن يسيبها تهرب من البيت وما يقولش اي حاجه للشرطه، لكن بشرط واحد. وبيقول لها ان هو معاه دفتر يوميات كلير، وبيطلب منها تقرا اللي فيه بالتفصيل لانه مش بيشوف ومش هيعرف يقرا اللي فيه. وبيقول لها لو قرات الدفتر ده هتعرف كل حاجه عن نفسها، وهتلاقي اجوبه لكل الاسئله اللي عايزه تعرفها، وده بيكون شرطه الوحيد عشان يسيبها تهرب. لكن اليزابيث بتكون خايفه جدا ومش مهتمه بس ان هي تهرب من البيت بسرعه، وبترفض ان هي تقرا الدفتر. فبيضطر اوليفر ان هو يحبسها في الاوضه، وبيقول لها ان هي مش هتخرج الا لما تقرا الدفتر وتقول له اللي موجود فيه. فبتضطر اليزابيث ان هي تعمل كده فعلا، وبتبدا ان هي تقرا اللي فيه، وبنبدا ان احنا نفهم كل حاجه من البدايه. وبنعرف ان هنري كان متجوز واحده اسمها اليزابيث، وكانوا عايشين هما الاثنين مبسوطين جدا مع بعض لحد ما اتصابت اليزابيث بمرض غريب ملهوش اي علاج. وبعد ما ماتت هنري ما كانش قادر يعيش من غيرها، وما قدرش ان هو ينساها. وبعدها بمده جت له فكره غريبه جدا، وهو انه يستنسخ مراته ويصنع منها نسخه. لكن الموضوع بيكون صعب جدا على الرغم ان هو عالم عبقري، لكنه مش بيقدر ينفذ الموضوع لوحده. وساعتها بتجيله فكره ان هو يطلب المساعده من عالمه تانية، واللي بتكون هي كلير. وبنفهم ان هنري وكلير عملوا محاولات كتير وكانت معظمها بتفشل، لحد ما قدروا انهم يستنسخوا 6 نسخ من اليزابيث وحالتهم بتكون كويسه جدا. وبعدها عملوا الكبسولات عشان يحتفظوا فيها بالنسخ. وبنعرف ان هنري خلص على 4 نسخ منهم بعد ما اكتشفوا حقيقته، واليزابيث اللي بتقرا الدفتر هي رقم 5. وبتكون اليزابيث مصدومه ومش مصدقه اللي هي بتقراه. وبعدها بيرجع اوليفر ليها وبيفتح الباب، وبيكون جايب
لها معاه اكل، لكن اليزابيث بتستغل الفرصه وبتهجم عليه، وبعد ما بتضربه بتحاول ان هي تهرب من البيت، لكن الابواب كلها بتكون مقفوله، فبتجيب سكينه عشان تجبر اوليفر ان هو يفتح لها الباب والا هتخلص عليه هو كمان. واوليفر بيحاول يتكلم معاها بكل هدوء وبيقول لها ان هي فرصته الوحيده عشان يعرف اللي مكتوب عنه في دفتر اليوميات بتاع كلير، وبيقول لها ان هو كفيف وانه لا يمكن يأذيها ابدا، وان كل اللي عايزه ان هي تقرا اللي مكتوب عنه في الدفتر. وبتلاقيه واقف قدام النسخه الاصليه بتاعتها، وبتفهم ساعتها فعلا ان كل الكلام ده حقيقي، لكن اوليفر بيقدر ان هو يخدعها وبيحقنها بماده منومه لحد ما بتفقد الوعي، واول ما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه بسلسله حديد ومحبوسه في الاوضه، وبيكون ما فيش قدامها حل تاني غير ان هي تسمع كلامه وتكمل قرايه في الدفتر. وبتكتشف ان هنري وكلير كانوا على علاقه ببعض، وان كلير كانت بتحب هنري جدا، عشان كده وافقت ان هي تساعده في عمليه الاستنساخ، على الرغم ان دي حاجه ممكن تقضي على تاريخها الوظيفي. لكن بعد ما ساعدته اكتشفت كلير ان هنري شخص مريض وما كانش بيستنسخ مراته عشان بيحبها، وان الحقيقه ان هو كان بيعمل كل ده عشان يقضي معاها كذا يوم وبعدها يخلص عليها، وكل ما يطلع نسخه ويقضي معاها كذا يوم بيخلص عليها لحد ما بقى شخص مريض. والاغرب من كده ان كلير بتكون شاكه ان هنري ما عندوش اولاد، وبتعتقد ان اوليفر مش ابنه، وان هنري صنع نسخه مصغره منه وهو صغير واللي هو اوليفر، وبعدها قرر ان هو يربيه على اساس ان هو ابنه، بعد ما فهم اوليفر ان هو انسان طبيعي وخبى عليه ان هو مستنسخ منه. وبتكون اليزابيث مش مصدقه اللي مكتوب، وبتفهم ان ده اللي اوليفر كان عايز يعرفه من الدفتر ويتاكد منه. وبعد ما بتنام بتصحى تاني يوم وبتلاقي اوليفر بيهددها عشان تقول له على اللي مكتوب في الدفتر عنه والا هيخلص عليها، فبتضطر اليزابيث ان هي تكذب عليه لانها خايفه جدا من رد فعله وانه ممكن يخلص عليها. وبتقول له ان كلير كانت شاكه ان هو مستنسخ من هنري، لكن بعدها كلير راحت المستشفى اللي اتولد فيها واتاكدت ان شكها كان غلط وان اوليفر انسان طبيعي، وكل ده طبعا بيكون كذب من اليزابيث، لكن اوليفر بيصدقها وبيكون فرحان جدا لانه انسان طبيعي. فبتستغل اليزابيث الفرصه وبتحاول ان هي تغريه عشان يقرب منها وتحسسه ان هو انسان طبيعي، لكن فجاه اليزابيث بتهجم عليه وبتاخد منه المفاتيح عشان تحرر نفسها، وبتضربه وبتجبره عشان يقول لها على الرقم السري بتاع الباب. لكن فجاه بتظهر النسخه السادسه من اليزابيث وهي النسخه الاخيره منها، وبتكون النسخه الاخيره قدرت ان هي تخرج بعد ما اليزابيث سابت الكبسوله مفتوحه، وبتكون النسخه دي مش فاهم اي حاجه وخايفه جدا بعد ما شافت نسخه منها قدامها، وبتكون محتاره تصدق اوليفر وتضرب على النسخه بتاعتها ولا تصدق النسخه بتاعتها وتضرب اوليفر. فبتاخد النسخه الخامسه اوليفر وبتتحمى فيه من النسخه الاخيره، لكن ساعتها بتتوتر النسخه الاخيره وبتضرب عليهم النار، فبتيجي في اوليفر وبيقع على الارض، لكن الضربه بتخترق اوليفر وبتيجي فيها. وبعدها بتقوم اليزابيث الخامسه وهي مصابه وبتحاول ان هي تهرب بسرعه وبتفتح الباب بالرقم السري، لكن قبل ما تخرج بتيجي من وراها النسخه الاخيره وبتضرب عليها تاني عشان تخلص عليها. وقبل ما تموت بتطلب رقم 5 من رقم 6 انها تقرا دفتر يوميات كلير عشان تفهم كل حاجه، وفعلا بتروح رقم 6 عشان تقرا الدفتر. وبعد ما بتفهم كل حاجه من البدايه بتحس بالذنب على كل اللي عملته، وبتفهم انهم كانوا ضحيه لهنري، وان النسخه الخامسه اللي خلصت عليها كانت ضحيه هي كمان زيها. وبعد ما كلير بتكون كويسه بترجع البيت تاني، وهناك بتقابل اليزابيث وبتديها الدفتر بتاعها وهي خارجه، وساعتها بتعرف كلير ان اليزابيث فهمت كل حاجه وعرفت ان هي كانت بتساعد هنري في كل اللي كان بيعمله. ورغم كده بتمشي النسخه الاخيره من البيت وبتقرر ان هي تبدا حياتها في مكان جديد وبعيد عن الماضي وبعيد عن كل المشاكل اخيرا. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وسلام.